هذا نداء إلى جميع المغاربة المقيمين في إسبانيا خاصة برشلونة وفي أوروبا، المغاربة المرابطين على حب الوطن ديالهم وعلى الدفاع ديال الوطن ديالهم. كاين تهديدات كتجينا من طرف واحد الجزائري اللي تابع لواحد المجموعة ديال الجزائريين اللي عايشين في فرنسا، كياخذوا أموال من عند المخابرات الجزائرية عبر القنصليات وتيهدوا جميع المؤثرين المغاربة. أخي عثمان برشلونة اللي وصلوه تهديدات في العائلة ديالو، في شخصه، في الأبناء ديالو إلى آخره، ومنهم أنا كذلك اللي تجبد الاسم ديالي وتجبد الاسم ديال بزاف ديال المؤثرين المغاربة، ومنهم العديد اللي تم تهديدهم في الخاص وفضلوا أنهم يخافوا على الحياة الشخصية ديالهم. تهضر على خواتاتكم وامواتكم راهم يتحاول الخليج يا ولد القحبه والخليجيين راهم يجيو يحولكم امواتكم خواتكم في المغرب ما تهضروش تبع شوما كنت غادي نجيو نحبوا ديال ما كنت كتهضر ولا ولدك انت ساكن في مطارونو نضربوا لك ولدك في الوجه ولا نيكو لك امك ثاني انت راه كاع تابعينكم يا ولد القحبه واحد واحد انت هذاك دي جي الياس هذاك الكلب اللي مات هشام بن يدور هذاك اسد الزامل تاع بلجيكا انا راكم في لا ليست يجي نهاركم نطيحوكم واحد واحد يا وي كاين قوادين تاعنا مغاربه يجيبوا لنا كل شيء داك ساكن ناشد جميع المغاربه بالبارطاج لهذا الفيديو على اوسع نقاط، والبارطاج ديال هاد الاوديوات اللي تسمعوهم الان لسلامتنا وسلامه الاخرين، وباش نبقاو حنا دائما صوت الحق في هذه مواقع التواصل الاجتماعي. الله يجازيكم بخير، الامر خطير جدا جدا جدا، واول مره كنهضر معكم بهذه الطريقه، كنتمنى منكم البارطاج. وهذا الشخص هذا غادي يكون عبره لمن اعتبر بالقانون هنا في اسبانيا او في اي بلد اوروبي او في المغرب. تحيه عطيره لكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.